سيداتي سادتي، أهلا بكم في موضوع جديد يتعلق بالخلاف السياسي بين السياسيين الذي نعتبره أمرا واردا حسب المواقف والقناعات ووجهات النظر، لكن ما لا يقبله العقل ولا يستسيغه المنطق هو منطق التحكم وفرض وصاية الرأي الوحيد على الآخرين. وهذا بما لا يدع مجال للشك هو نتاج أولا تكوين أناني لا يؤمن بثقافة الاختلاف. ثانيا التشبع بفلسفة الطهرانية والخلو من الأخطاء واعتبار الحقيقة المطلقة هي التي تصدر بلسان واحد وبتنفيذ خطة واحدة. هذا يعني أن الأنانية هي التي تتحكم. مغرور 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 حبيبي كتير عايز أكلمه، عايز أقول له كلام يهديه يفهمه، مرضيش يسمعني، مرضيش يفهمني. مغرور مغرور حسيب للأيام ويتعلم. ولكن كاينه واحد القضيه، الاخوان القدام اللي قلت لي عليهم، ارجوكم ما تبقاوش تجبدوا هذا الموضوع، وقروا الاخوان ديالكم. السر رميد مشى قبل ما نجي انا، مشى من الحزب قبل ما نجي انا، مشاو عنده الاخوان 3 ديال المرات حسب علمي، مشاو عنده اخوان من الامان العامه، ومشى عنده اخوان من الامين العام، مشى عنده بيدو، ما رجعش السر رميد. ما عرفتيوش علاش؟ لانه العمل المشترك تيخلق إحن وخلافات ونزاعات وحساسيات، وهذا تيبان له خطا من هذا وهذا تيبان له خطا من هذا. هذا الشيء هذا باللي وقع، واش باش تحلوا شحال خصك ديال الهضره مع تيمور راميد وسعد الدين العثماني وجوزيف بيتروكي؟ شحال توجيه وصافي. علاش؟ لان لما يجي السي بن ويقول الا قعد حتى راه ماشي بن كيران، راه ماشي غيدخل هذا الشيء. ماشي وقع في هذه. لما كنا في القضيه ديال القنب الهندي، واحد المره اتصل بي السي العثماني كيقول لي ودي وزير الداخليه مصمم على انه اليوم الخميس ندوزوا هذا المشروع قانون، بغيتك باش فانا اتصلت الاتصالات، فقيل لي السي رميد القضيه ماشي دابا قضيه قانون، القضيه قضيه من يحكم هذا البلد، من يقرر، واش العثماني ولا شي واحد اخر يعني بن كيران. فهمتي كيفاش؟ فقلت نعم انا اتفق مرتين، مره انا نتفق مع هذاك القانون ديال القنب الهندي ولو بغيتي نناقشوا الموضوع غادي نناقشوا، لكن ومره ثانيه انا اتفق على ان هذاك الخروج ما عنده من جواب الا انه ندوزوا في اقرب. ولكن ارجو انكم ترعوا العثماني، لان العثماني عنده باقي مشاكل الحزب وتاخر اسبوعا او اسبوعين. فانا نقول لك حاجه اكثر من هذا الشيء. دابا اشنو بغيتي الدوله لما يجي السي عبد الكريم يقول لك خاص ما يكونش وهبي؟ راه قلت الوهبي، قال لي وهبي مشتي يمكن قلت لي راه وهبي راه يمكن هو اللي خلاك في الحكومه. قال لي والله انت هو اللي خلاك في الحكومه. علاش؟ لانه لما كيجي واحد مسؤول حزبي وينصب نفسه كانه وصي على الدوله ككل بما فيها الملك، نقول وصي على الدوله وصافي، دير هذه وما ديرش هذه، كتعود يعني اول ما ينبغي القيام به هو نوقفوه عند حده باش يعرف يعني حدوده، ونعودوا داك الشيء اللي كيقول واخا يكون صائب